الصباح في غابة بوسكورة واحد الراعي كان كيرعى الغنم ديالو في امان الله، حتى غادي يكتشف جثة بشرية بلا يدين بلا رجلين، عبارة على كسدة في مرحلة متقدمة من التحلل، وكانت محروقة لدرجة انها تفحمات كلها والملامح ديالها ما بقاوش باينين. الراعي غير شاف هذا الشيء قدامه خلى كل شيء من وراه وهرب كيجري، ومن وراء هذا الاكتشاف الغامض غادي تبدا وحده من بين ابشع القضايا اللي غادي تسمعوا بها. وهذه القضيه بالتحديد غادي تخليكم عمركم تثقوا في شي حد واخا يجمعكم به ما عرفت شنو. السلام عليكم الاخوان، كنتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال انتم كتشوفوا هذا الفيديو. الله يسهل عليكم الاخوان، واللي كيتمنى شي حاجه في هذا الشهر المبارك الله يوصلوا ليها وعواشركم مبروكه. كنتمنى نكون انا اول واحد قلتها لكم، تعيدوا تعاودوا باش ما تمنيتوا ان شاء الله باذن الله. كنبغي ديما نبدا لكم الفيديوهات ديالي بشي كلمه اللي زوينه ودعيوه اللي زوينه باش حتى اللي خرج يكون خدا معاه دعيوه اللي زوينه. وكيف العاده الاخوان، بلا ما نحتاج نقول لكم حتى شي حاجه، كلشي قدامكم تماك. الناس اللي كيشوفوني اول مره كنتمنى انكم تابوناو وما تبخلوش عليا بجيم بارطاج لايك. المهم هادشي ما كنبغيش نقولو بزاف، ولكن شي مرات كتجيبها الوقت، وهادشي اللي كاين الاخوان. نبداو على بركه الله. سنه 2021 في بوسكوره اللي تابعه الاقليم النواصر، واحد الصباح، وبالضبط الصباح ديال نهار 15 من شهر 11 من نفس العام، واحد الراعي كان مخرج الغنم ديالو كيرعاه في غابه بوسكوره. السيد كان غادي بالغنم ديالو في امان الله حتى غادي يوصل لوسط الغابه بالقرب من واحد البلاصه كيقولوا ليها كريان دكاله، وغادي يثير الانتباه ديالو واحد الكومه ديال الرماد غريبه وجايه منها ريحه العافيه. السيد بالفضول ديالو قرب يشوف شنو داكشي تحرق تماك، بقى غادي في الاتجاه ديال داك الحريق حتى وصل حداه، وغادي يوقف السيد جامد في بلاصتو وما مصدقش داكشي اللي كيشوفو عينيه. كتبان ليه جثه بشريه بلا يدين بلا رجلين محروقه قدامه. السيد ما بقى عارف شنو غادي يدير، واش يهرب واش يغوت او لا شنو يدير. كتبان ليه الغابه خاويه وبوحدو تماك، زقل كلشي ومشى كيجري حتى بعد بمسافه اللي طويله وغادي يوقف. بقى كيفكر مده، من تماك اتصل بالدرك الملكي اللي تابعين لسريات النواصر، قال لهم باللي لقيت جثه بشريه محروقه في وسط الغابه. الجندارم غير سمعوا هذا الشيء طلبوا منه انه يعطيهم البلاصه بالضبط، وفعلا نعت لهم فين كاين هو. ما دازش بزاف حتى جاو عنده ولقاوه بعيد بزاف على البلاصه فين كاينه الجثه. السيد بكثره الخلعه اللي كانت فيه بقى غير كيجري وسمح في الغنم ديالو وكل شيء خلاه من وراه. في البدايه كان خايف يتهموه باللي هو اللي ارتكب ديك الجريمه تماك، داكشي علاش تستريسا بزاف وبقى مده وهو كيفكر شنو غادي يدير قبل ما يعيط على الدرك. المهم فاش جاو الجندارم سولوه فين الجثه، قال لهم في البلاصه الفلانيه، نعت لهم فين بالضبط. لكن الجندارم ما كانوش عارفين، لحقاش الغابه ديال بوسكوره كبيره بزاف، والبلاصه فاش كانت الجثه كانت مخبيه من وسط الشجار، وما يمكنش لاي واحد ما مخالطش مزيان الغابه يوصل ليها. غير راعي بقدره الله داز من تماك في داك الصباح وبانت ليه. المهم مشاو معاه ووراها ليهم. الجندارم غير شافوا هذا الشيء توقوا ديك البلاصه كامله وتواصلوا مع الشرطه العلميه والتقنيه ومختصين في مسرح الجريمه، ومن تماك بداو كياخذوا الاقوال ديال الراعي في محضر اللي رسمي كشاهد. سولوه واش شفتي شي حد كيدور هنا في هذا الصباح، او لا شفتي شي طوموبيل اللي غريبه دخلت للغابه، او لا سمعتي شي غوات او لا شي حاجه كيف ما كانت. قال لهم لا، ما شفت والو في هذا الصباح وما بانت ليا حتى شي حاجه اللي غريبه. كنت كنسرح الغنم ديالي عادي كيف ما ديما، وكنت غادي بيهم الكاريان دكاله حتى لقيت هذا الشيء في الطريق ديالي. بقاو شادين معاهم الراعي واحد المده باش يحدد لهم فين كان كيسرح بالضبط وكيفاش حتى لقى الجثه وجميع التفاصيل اللي باغيين يعرفوها منه. في هذا الوقت كانت جات الشرطه العلميه والتقنيه وبداو الاجراءات ديالهم في مسرح الجريمه، وقبل ما يقيسوا حتى شي حاجه داروا صور احترازيه للجثه من جميع الجوانب، ومن خلال المعاينه الاوليه ديالهم غادي يبان لهم باللي الجثه كانت كلها محروقه ومتفحمه لدرجه الملامح ديالها ما بقاوش باينين، واليدين والرجلين ما كانوش. وهذا الشيء غادي ياكد لهم انهم كيتعاملوا مع شي حد اللي عارف مزيان شنو كيدير وتعمد يحيد اليدين والرجلين باش ما يقدروش يتعرفوا على الهويه ديال الضحيه. ولكن طريقه باش غادي تعرف الهويه ديال الضحيه ما غاديش تطيح لكم على البال نهائيا، وحتى شي حد ما غادي يكون متوقعها. وكذلك غادي تاكدوا ان الجثه كترجع للراجل، وباللي ديك البلاصه فاش تلقى ماشي هي مسرح الجريمه، بل انما الجريمه وقعت في شي بلاصه اخرى. عاد جابوا الجثه تخلصوا منها تماك وحرقوها. المهم من تماك بدات الشرطه العلميه كتاخذ اي حاجه ممكن تفيدهم من البقايا ديال الحريق، وخداو عينات من التراب اللي كاين تماك واي دليل مادي ممكن يعاونهم، وبداو كيقلبوا بالقرب من الجثه واش غادي يلقاو شي اثار ديال اقدام او لا شي حاجه
طاحت للضحيه او لا للجونات، لكن ما غادي يقدروا يلقاو حتى شي حاجه اللي غادي تفيدهم تماك. حاولوا انهم يقلبوا بلاصه الحريق والجثه بحد ذاتها باش يشوفوا واش كاينه شي حاجه اللي تحرقت مع الجثه او لا. وفعلا من بعد بحث اللي طويل غادي يقدروا انهم يلقاو فوق القفص الصدري ديال الضحيه واحد القطعه ديال الثوب دايبه وبحال فيها البلاستيك، داكشي علاش بقات باينه. وفي وسط منها غادي يلقاو واحد الحديده، وفاش جبدوها غادي يلقاوها ساروت ما تحرقاتش، كانت معلقه في الصدر ديال الضحيه. وبغيتكم تعقلوا على هاد الساروت مزيان حيت غادي يكون عندها واحد الدور اللي كبير في القضيه. المهم من ورا ما سالاو الاجراءات ديالهم وبحكم الضحيه كانوا الملامح ديالو ما باينينش، خداو منه عينات دي ان اي وصيفطوهم للمختبر الوطني في مدينه الرباط، وتم نقل الضحيه لمستودع الاموات في مستشفى الرحمه في مدينه الدار البيضاء في انتظار تشريح طبي اللي ممكن يعطيهم تفاصيل اكثر عن سبب وملابسات هذه الواقعه. الجندرم في هذا الوقت استعنوا بالكلاب البوليسيه ورجال الوقايه المدنيه وخرجوا بداو كيقلبوا على البقايا ديال الجثه اليدين والرجلين، وكانوا متاكدين باللي اللي تخلص من الجثه في ديك البلاصه غادي يكون تخلص من البقايا ديالها في نفس البلاصه. خرجوا بداو كيديروا تمشيط للغابه بالطول وبالعرض، لكن مع الاسف ما غادي يقدروا يلقاو حتى شي حاجه. بداو كيسولوا في الناس اللي قراب من الغابه واش كاين شي حد اللي شاف شي حاجه او لا شاف شي طوموبيل في الليله اللي قبل دخلت المسلك الغابوي او لا اي حاجه كيف ما كان. لكن للاسف كاع الناس غادي يقولوا لهم وغادي ياكدوا لهم انهم ما شافوا وما سمعوا والو. هنا حاولوا يقلبوا على كاميرات المراقبه اللي في الطريق اللي كتدي للغابه باش يشوفوا اي طوموبيل او لا اي واحد داز في ديك الليله، يعني الليله ديال نهار الحد او لا الاثنين الصباح للغابه، لحقاش الجثه تلقات نهار الاثنين مع 8 ديال الصباح. لكن هذا الشيء حتى هو ما غادي يوصلهم لحتى شي حاجه، الكاميرات ما شدوا والو. هنا كخطوه اولى الجندرم على حسب المعلومات الاوليه اللي عطاهم الطبيب الشرعي باللي الضحيه كترجع لراجل في اوائل الاربعينات من عمره، رجعوا كيقلبوا في بلاغات الاختفاء اللي عندهم لعل وعسى يلقاو شي بلاغ منطبق مع المعلومات اللي عندهم. وتعطات برقيه لجميع المراكز الامنيه في منطقه مديونه وبوسكوره والنواصر باش يشوفوا واش كاين شي بلاغ اللي يقدروا يشكوا فيه واللي كينطبق على المواصفات ديال الضحيه. وإلا عقلتوا كنت قلت لكم باللي لقاو واحد الساروت مع الضحيه، هاد الساروت هادي من بعد ما داروا عليها الخبره غادي يقدروا يعرفوا انها ديال الكلاك او لا السياره الرافعه. وهذا الشيء غادي يعاونهم بزاف حيت في بلاغات الاختفاء اللي عندهم غادي يلقاو باللي كاينه واحد العائله دابا 10 ايام باش دايرين بلاغ اختفاء في حق واحد الراجل في الاربعينات من عمره ومذكور باللي عنده كلاك وهو فاش كيخدم. هاد المعلومات كانوا منطبقين تماما مع الضحيه وبالاخص السوارت اللي تلقاو معاه. يعني هاد السوارت هما اللي كانوا داك الفاصل باش يقدروا يوصلوا لداك البلاغ بالضبط. هنا مباشره غادي يستدعيو العائله ديالو وما قالوش ليهم باللي لقاو الراجل ميت، حيت حتى لدابا باقي ما متاكدينش 100%. سولوا خوتو واش لقيتوا خوكم، قالوا لهم لا دابا 10 ايام وحنا كنقلبوا عليه وكنسولوا لكن والو. السيد من نهار خرج ما بقاش بان ليه الاثار، طلبوا منهم عينات الدي ان ا باش يتم المقارنه ديالهم مع واحد الجثه مجهوله لقاوها، لكن باقي ما متاكدينش واش خوهم او لا. وفعلا خداو عينات من الوالدين ومن تماك رافقوهم المستودع الاموات باش يشوفوا الجثه. هنا الاخ ديال الضحيه من الشوفه الاولى غادي ياكد ليهم ان هذيك الجثه ديال خوه، واخا الجثه كانت كلها متفحمه وما بقى فيها ما يتشاف، بقى متاكد من الهضره ديالو وكيأكد ليهم انه خوه. لكن اللي غادي ياكد هذا الشيء هي الخبره الجينيه، ما دارش بزاف حتى غادي تخرج النتيجه اللي كانت منطبقه 100%، وغادي يتاكدوا باللي هذاك السيد هو علاش كيقلبوا دابا 10 ايام. العائله ديالو وخوتو نزل عليهم هذا الخبر بحال الصاعقه حيت ما كانوش متوقعين غادي يلقاو خوهم في ديك الحاله، وبالاخص انه كان راجل اللي دريويش وماشي شي حد اللي كيدير المشاكل. الجندرم فاش عرفوا هذا الشيء بداو التحقيق ديالهم من عند العائله وطلبوا منهم يقولوا لهم اي حاجه عارفينها على الراجل من البدايه وكيفاش حتى اختفى وعلاش خرج من الدار وفين كان غادي ومع من كيكون. دابا باش نفهموا حتى حنا شنو وقع بالضبط خلونا نرجعوا شويه للور ومنها نعرفوا شكون هو هذا الراجل ونعرفوا كيفاش حتى اختفى لمده ديال 10 ايام عاد تلقى في ديك الحاله. هذا الراجل هذا كان الاسم ديالو العيدي من مواليد 1979، يعني فاش تلقى كان في عمره 42 سنه وكان هو الكبير في خوتو. كبر مع العائله ديالو اللي كانوا ناس اللي بسطاء ومقاتلين مع الوقت، وكان عايش في نواحي الدار البيضاء في النواصر وبالضبط في دوار القدادره. وبالرغم من الحاله الماديه ديال العائله الا انهم كانوا فرحانين بداك الشيء اللي عندهم وكانوا مجموعين كعائله وحده. العايدي من الصغر ديالو كان ولد مسالم، وفاش بدا كيكبر شويه دخل كيقرا حتى للسادس ابتدائي وغادي يخرج من القرايه بالمره بحكم ان العائله ديالو كانوا غير على قد الحال وما قادرينش على المصاريف ديال القرايه ديالو وديال خوتو وخواتاتو اللي كانوا كبر منه. المهم
فاش خرج من القرايه بقى مده هو غير جالس، شويه بشويه بدا كيخرج يخدم على راسو وكيتعلم الحرفه ديال البني. في البدايه كان كيضرب غير تماره وكيهز الثقل وكيضرب بريكول هنا وهنا، بحكم كان باقي ما شدش الحرفه. مع الوقت غادي يبدا يتعلم وبدا كيشد الحرفه مزيان، ولكن غادي يوقع عليه واحد المشكل في يديه وما غاديش يكمل في هذا الدومين ديال البني، وغادي يمشي يدوز البيرمي ديال الكلاك. هنا السيد غادي يبدا يتطور وغادي يولي احسن من الاول، وبدا كيمشي يخدم مع الناس بالكلاك ديالو كيف ما كان الحال احسن من كيف كان قبل. وهذا الشيء كله كان كيديرو العيدي على قبل والديه باش يتعاون معاهم وكيحاول يوفر لهم داكشي علاش قادر، بحكم الاب ديالو كان غادي كيكبر والصحه ديالو غادي كترجع للور. كان هو بمثابه الاب بالنسبه لخوتو اللي صغر منه، وخواتاتو اللي كبر منه كانوا كلهم مزوجين وكل وحده مشات عند راجلها. بقى العيدي هكا مده اللي طويله، ومع الوقت غادي يولي معروف بمول الكلاك وغادي يدير الكليان ديالو، واي واحد محتاج شي حاجه او لا باغي يهز شي حاجه اللي ثقيله كيعيط عليه غير في التليفون، وعلى حسب الشهاده ديال الناس اللي كيعرفوه انه كان انسان اللي معقول ومعروف الا دار معاك الكلمه كيوفي بها واخا ما نعرف شنو يوقع. وهذا الشيء هو اللي غادي يخليه يزيد يتعرف اكثر. بقى هكا حتى لسنه 2007 وغادي يقرر انه يتزوج من واحد البنت اللي كانت حتى هي من الاسره اللي على قد الحال. تفاهموا مع بعضياتهم وتقدم ليها عند والديها وجابها تعيش معاه في دار والديه. بقاو هو وياها عايشين ترونكيل. من بعد غادي يرزقهم الله بجوج وليدات، بنت وولد. حتى لدابا كان كل شيء غادي مزيان. العيدي مقابل العائله ديالو ووليداتو وكيمشي للخدمه ديالو ترونكيل، والتعامل ديالو مع الناس كان اكثر من مزيان. واخا كان مبلي بالشراب ولكن كاع الناس كيشكروه، يعني كان من داك النوع اللي كيشرب ولكن داخل سوق راسو، ماشي شي حد اللي كيشرب وكيهلل. المهم بقى الوضع عنده هكا حتى لسنه 2021، وبالضبط نهار واحد من شهر 11 العائله غادي ينزل عليها واحد الخبر بحال الصاعقه لحقاش توفى ليهم راجل اختو. هذا الشيء غادي يخلي العائله تبقى حزينه، وبقى فيهم الراجل اللي توفى ومخلي من وراه جوج وليدات والزوجه ديالو اللي هي اخت العيدي. من وراه هذا الشيء مباشره وبالضبط نهار 6 من نفس الشهر، يعني من بعد 6 ايام، في الوقت اللي كانت العائله كلها باقيه مشطونه مع العزو ديال الراجل، العيدي في هذا النهار ما كانش خدام وقرر انه يبقى في الدار مع العائله ديالو ووليداتو باش يعطيهم وقت. حتى هما دوز معاهم الصباح كله حتى غادي توصل الوقت ديال الغداء، وغادي يتصل به شي حد. خرج بقى كيدوي معاه مده، وفاش سالا رجع عند مراته قال لها صوبي لي شي حاجه ناخذها معايا، راني ما غاديش نتسنى الغداء لحقاش مزروب. فعلا صوبات ليه المرا داكشي اللي غادي ياكل وخداه. وفاش جاي خارج بالموتور ديالو سولته قالت ليه فين غادي ياك لاباس، بحكم السيد كان كيبان مزروب. قال ليها لا والو، غير اتصل بيا واحد السيد وطلب مني نلحق عليه في البلاصه الفلانيه على ود شي اغراض. سولته شنو، قال لها حتى نرجع ونقول لك، لحقاش السيد ما كان كيخبي على مراته حتى شي حاجه. حتى لدابا كان كل شيء غادي مزيان. مع ديك الربعه ديال العشيه تقريبا الزوجه ديالو غادي تهز التليفون اتصلت به باش تسولو واش غادي يجي للدار او لا شنو غادي يدير. هنا السيده غادي تلقى التليفون ديالو طافي. في البدايه قالت ممكن يكون غير طفى ليه وما شافوش، خلاته. ومن بعد ساعتين غادي تعاود تتصل به المره الثانيه وغادي تلقى تاني التليفون ديالو طافي مره اخرى. المراه فاش شافت تليفون باقي طافي دخلها الشك وبدات كتخلع على راجلها، حيت ماشي من العاده ديالو انه يطفي التليفون. بقات مشطونه عليه وبقات كتحاول تصوني حتى عيات. شويه غادي يدخل الاخ ديال العيدي وغادي تعاود ليه داكشي كله اللي وقع بالتفاصيل، وقالت ليه ان الاخ ديالك العيدي كان جالس معانا النهار كله حتى غادي تجي واحد المكالمه وخرج وباقي ما رجعش. كنحاول نتصل به لكن التليفون ديالو طافي. الاخ ديالو حتى هو هز التليفون وبدا كيحاول يتصل به، ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه، لكن التليفون ديالو باقي طافي. بقاو هكا حتى ل9 ديال الليل. هنا بداو كيحسوا باللي شي حاجه ماشي نورمال واقعه، حيت عارفين باللي العيدي ماشي من عوايدو يدير هكا، وماشي شي حد اللي ممكن يخبي شنو كيدير او لا شي حاجه عنده عادي. الا سولته مراته او لا خوه او لا خوتو كاملين كيقول له يوم فين كاين وما عندوش مشكل كاع. وحتى من التليفون ديالو مستحيل انه يطفيه، حيت بالنسبه ليه التليفون كيساوي الخدمه ديالو وهو باش كيتعامل مع الناس، يعني ما يمكنش انه يطفيه بدون سبب. خوتو الزوجه ديالو فاش شافوا ان السيد غبر بدون سابق انذار خرجوا بداو كيسولوا عليه الناس في الحومه، وبحكم كانوا عارفين باللي العيدي مرات كيشرب قالوا ممكن انه يكون جالس كيشرب مع شي حد من صحابه. واخا كانوا متاكدين انه الا كان جالس كيشرب مع شي حد ما غاديش يطفي التليفون ديالو عليهم. خوه اللي صغر منه تاجا عند صحابه اللي كيعرفهم كيكون معاهم وكيشرب معاهم، دار عليهم كاملين وكيسولهم عليه واحد بواحد. لكن اللي سولو كيقول ليه باللي ما شفتوش في داك النهار كله، السيد غبر ليه الاثار بالمره
لدرجه انهم بقاو كيقلبوا الليل كله، والصباح مشاو كيسولوا عليه الناس اللي كيخدم معاهم، لعل وعسى يكون خدم مع شي حد وبات عنده اولا شي حاجه بحال هكا. لكن واخا هادشي كله الناس كيقولوا باللي ما شافوهش وما عندهم عليه حتى شي خبار. حاولوا يقلبوا معاهم بعض الاصدقاء ديالو وسولوا عليه حتى هما، ولكن هادشي كله ما غادي يوصلهم لوالو. فاش شافوا باللي كاع الطرقان مسدودين في وجههم، مشاو داروا بلاغ اختفاء لفائده العائله. خداو منهم الجندارم جميع المعلومات على العايدي، اي حاجه غادي يحتاجوها، وقالوا لهم الا كان شي جديد غادي نعلموكم. العائله واخا داروا بلاغ بقاو كيقلبوا المده ديال 10 ايام كلها، ونهار الحد يعني نهار قبل ما تلقى الجثه ديالو وقعت شي حاجه مع الاخ ديال العايدي اللي غادي نعرفوها من بعد. المهم العائله بقاو هكا حتى وصلتهم الخبار باللي تلقات جثه في الغابه وشاكين فيها تكون ديال العايدي. والنقطه المهمه اللي كانت في هذا الشيء كله هي ديك الساروت اللي كانت معاه. قالوا لهم الجندار في هذه المده ديال 10 ايام فين قلبتوا بالضبط؟ قالوا لهم ما خلينا فين قلبنا، وسولنا اصحابه واي بلاصه ممكن يكون فيها، لدرجه مشاو حتى للغابه كيقلبوا فيها وكيسولوا اي واحد تماك، وبالاخص الاخ اللي صغر منه ما خلى حتى شي بلاصه ما قلب فيها. لكن مع ذلك السيد غبر ليه الاثار من ديك المكالمه ديال داك النهار، حتى شي حد ما بقى شافو. سولوا الزوجه ديالو واش عارفه شكون اتصل به بالتحديد، قالت لهم لا ما عرفتش، لكن اللي عارفه ان ديك المكالمه من وراها شي حاجه، حيت مع جاوب على التليفون السيد تبدل وخرج مزروب. الجندارم خرجوا بداو كيسولوا الاصدقاء ديالو وكيسولوا في اي بلاصه كيكون فيها واش كاين شي حد شافوا في ذاك النهار جالس مع شي واحد اولا شي حد عارف عليه شي حاجه اللي ما عارفينهاش مانين الدار. ومع ذلك ما غادي يوصلوا حتى شي حاجه، كاع لي بيست اللي كيحاولوا يمشيو فيهم كانوا مسدودين. في هذا الوقت اللي كانوا الجندار كيقلبوا على شي بيست في البلايص اللي كيمشي ليهم، كانت واحد البيست اخرى خدامين عليها في الخفاء، واللي هي التليفون ديال العايدي، بحكم ان مراته كتقول باللي من اخر مكالمه جاتو وخرج ومن تماك غبر. الا ان هذه الواقعه ممكن تكون عندها علاقه بهذه المكالمه. بقاو متبعين التحركات ديال التليفون وكيتسناو اللحظه اللي ممكن يتحل فيها، وفعلا ما دازش بزاف حتى غادي يشعل التليفون، وقدروا انهم يحددوا المكان ديالو في واحد المنطقه في النواصر، وبالتحديد في واحد المحل ديال التليفونات. هنا مباشره غادي يمشيو ليه الجندار، توقوا داك المحل وغادي يعتقلوا من المحل وواحد الولد كان خدام معاه. وفاش قلبوا المحل ديالهم غادي يلقاو التليفون ديال العايدي كان عندهم من المحل، والدري اللي كان خدام معاه فاش شافوا الجندار دايرين بهم ما فهموا والو، بقاو كيحاولوا يعرفوا شي حاجه. طلبوا منهم انهم يرافقوهم حتى لتماك وغادي يعرفوا كل شيء. فاش خداوهم بداو كيسولوا فيهم، قالوا لهم واش عارفين التليفون ديال من؟ هاد التليفون هذا راه ديال واحد السيد تلقى مقتول ومحروق في الغابه، شنو كيدير عندكم التليفون ديالو؟ مول المحل بقى غير كيشوف ما فهم والو، وبدا كيدخل ويخرج عليهم في الهضره، وقال لهم باللي التليفون ماشي ديالنا، ديال واحد السيد جابوا لينا باش نصاوبوه ليه، وهما ما عارفين حتى شي حاجه في داك الشيء كله اللي كيقولوا لهم الجندارم وما فاهمين والو اصلا. واكد لهم من المحل انه فاش جا داك السيد جاب التليفون هو ما كانش في المحل، وغادي يقول لهم بلي المحل مجهز كله بكاميرات المراقبه، وغادي يدير لهم تفريغ باش يشوفوا شكون جاب التليفون ويتاكدوا من كلامه. الولد اللي كان خدام معاه كيأكد حتى هو باللي التليفون جابوا ليه واحد السيد. سولوه واش كتعرف هذا السيد؟ قال لهم لا ما كنعرفوش وما عمرني شفتو كاع، اول مره شفتو هي فاش جا عندي المحل وطلب مني نقاد ليه التليفون. الجندارم داروا تفريغ الكاميرات المراقبه وبداو كيشوفوا شكون اللي دخل وشكون اللي خرج في المحل نهار 15 من شهر 11، النهار اللي قبل ما يشدوهم. بقاو كيشوفوا من اللحظه فاش تحل المحل، وهنا غادي يبان لهم باللي فعلا جا عندهم واحد السيد مع ديك 11:30 ديال الصباح من نفس النهار، وجاب ليهم واحد التليفون حمر، وطلب من الولد اللي كان خدام تماك انه يبدل ليه لانكاسابل وشي حاجه اخرى. في هذا الوقت ما كانش مول المحل، كان غير الولد اللي كيخدم معاه بوحدو. المهم فاش خدا عنده التليفون قال ليه الولد واش غادي تسناه؟ قال ليه لا انا مزروب شويه خليه حتى نرجع ليه وناخذه. وطلب منه كارت فيزيت ديال المحل، مدها ليه الولد ومشى السيد في حاله. في العشيه من نفس النهار مع 7:30 بالضبط رجع عنده السيد، خدا التليفون الاحمر اللي جاب ليه الصباح وخلصو ومشى في حاله. دابا من خلال هذا الشيء اللي شافوا الجندارم غادي تبين لهم ان داك التليفون اللي جاب ليه السيد باش يقادو ماشي هو التليفون ديال العايدي، وما عنده حتى علاقه بداك الشيء اللي كيقلبوا عليه هما. لكن بقاو مستمرين كيشوفوا شويه غادي يبان لهم نفس الشخص اللي صاوب التليفون الاحمر عاود دخل المحل وجبد ليهم تليفون اخر كحل، وغادي يطلب من مول المحل انه يفلاشيه ليه. قال ليه مول المحل دابا قربنا نسدو خليه حتى لغدا الصباح ورجع ليه. فعلا خلاه ليهم ومشى في حاله. ومن هذا الشيء اللي شافوه الجندارم غادي تبين لهم ان من تليفونات الولد اللي خدام معاه ما عندهم حتى شي علاقه بالتليفون ديال العايدي، وما عارفينش اصلا شنو واقع. عاودوا سولوهم على السيد اللي جاب ليهم تليفون واش عارفينه او لا.
فايتين شايفينه في شي بلاصه او لا اي معلومه عليه كيف ما كانت؟ قالوا ليه لا ما كنعرفوش. الجندرم هنا شنو غادي يديروا باش يقدروا يشدوا هذا السيد قطي؟ غادي يطلبوا من مول المحل يخليه عنده التليفون ويبقى خدام عادي بحال حتى شي حاجه ما وقعات. نهار 16 مع ديك الوحده ديال النهار غادي يجي عندهم السيد المحل باش ياخذ التليفون اللي خلى ليهم البارح. مول المحل تعامل معاه عادي كانه صوب ليه التليفون وما في راسو حتى شي حاجه، مدوا ليه وخداه داروا في جيبو وجبد الفلوس باغي يخلصوا. فهاد اللحظه بالضبط غادي يوقفوا عليه الجندارم وشدوه، يعني تشد قيطي بالتليفون في جيبو وبكل شيء. كاينين بعض الصحف كيقولوا باللي الجندارم استدعاو الاخ ديال العايدي هو اللي قدر يتعرف على الجاني، ومن تماك غادي يشدوه. عاد رافقهم عندهم التليفونات وقال لهم باللي التليفون خليته عند السيد. من تماك الجندارم غادي يستدعيو حتى من التليفونات وطلبوا منه يجيب لهم الفيديوهات ديال الكاميرات باش يتاكدوا ياك ما عندوش شي علاقه مع الجاني. المهم في كاع الحالات شدوه وخداوه بداو كيحققوا معاه من الاول. هذا الشخص هذا نقدروا نسميوه عماد والعمر ديالو 37 سنه، كان مزوج وعنده 2 وليدات. والمشكله في هذا الشيء كله واللي غادي يصدمكم وصدمني حتى انا وتصدموا منه كاع الناس هو ان هذا الشخص الجار ديال العيدي والصديق ديالو الروح في الروح، ودائما كيجلس معاه وكيشربوا هو وياه. وفاش كانوا خوت العيدي كيقلبوا مشاو عنده سولوه ماشي مره ماشي جوج وقال لهم باللي ما شفتوش وما عندي عليه حتى شي اخبار. وهذا الشيء اللي غادي تسمعوا من بعد هو اللي غادي يزيد يصدمكم اكثر. فاش بداو كيحققوا معاه السيد ما كان عنده فين يهرب، حيت كاع الادله اللي عندهم كانوا ضده، وغادي يقول لهم باللي داكشي اللي وقع كله وقع غير بالغلط. والعيدي الصديق ديالو الروح في الروح وعزيز عليه وعمره كان ناوي انه يتعدى عليه. قال لهم باللي في ذاك النهار كنا شاربين وتلاقينا انا وياه وسط الغابه وبقينا مناقشين حتى بدا السيد كيتبسل عليا وكيسب فيا وكيسب ليا والديا. ما عقلتش على راسي حتى هزيت واحد العصا وضربته بها في راسو مباشره، طاح ليا في الارض. حاولت انني نفيقو لكن فاش عرفت انه مات ما بقيت عارف شنو ندير. تلفت حتى جاتني الفكره ديال انني نحرقو ونهرب، وداكشي اللي درت. هزيت ليسانس من الموتور ديالو وخويتو عليه وشعلت فيه العافيه ومشيت في حالي هربت. سولوه الجندار فين هو الموتور ديال العايدي، قال لهم ما عرفتش فين هو. انا شعلت في الجوده العافيه باش حتى حد ما يتعرف عليه وهربت. الجندارم كانوا عارفين ان السيد غير كيكذب عليهم وكيحاول انه يبرر الجرم ديالو ويرجعوا من جريمة قتل مع سابق الإصرار والترصد وإخفاء معالم الجريمة والتمثيل بالجثة لتهمة القتل بدون نية، حيت السيناريو اللي عطاهم ما عنده حتى شي علاقة بدوك الأدلة اللي عندهم وداكشي اللي شافوا. اللعبة ديالو كانت مكشوفة للجندارم حيت كاع الأدلة اللي تلقاو كانوا ضد هادشي اللي كيقول. أول حاجة هي الوثائق ديال الضحية والوراق ديالو وداكشي اللي كان هز معاه كله، والموتور فين هما، والتليفون ديالو شنو كيدير عنده. وزيد على هذا الشيء كله هو ان الضحيه تلقى مقطع بلا يدين بلا رجلين، يعني شكون قطعه وفين اليدين والرجلين ديالو اللي لحد الساعه كانوا الجندارم والعائله كيقلبوا عليهم. سولوه فين اليدين والرجلين ديالو وعلاش قطعتي الجثه بديك الطريقه، قال لهم باللي ما عرفتش وانا ما قطعتش الجثه نهائيا وما قصدهاش، يمكن بقات مرميه تماك حتى كالوها الحيوانات. الجندارم هنا شنو غادي يديروا؟ رجعوا للتقرير ديال الطب الشرعي اللي غادي يقول ان الضحيه تقتل بمده اللي طويله قبل ما يتلقى تماك، وسبب الوفاه هو عده ضربات في الراس ديالو لدرجه ان الجمجمه ديالو تحركات، يعني السيد ضرب بشي حديده او لا شي حاجه اللي قاصحه، واللي اليدين والرجلين ديالو تقطعوه عن عمد وبدقه اللي كبيره. ومستحيل ان الحيوانات ينبشوا في الجثه ويقطعوها بديك الطريقه، وما كاينه حتى شي حاجه كتبين ان الحيوانات قاسوها. من حيث ترمات تماك بقات كيف ما هي حتى بدات كتحلل. هذا الشيء هو اللي غادي ينكر عماد وقال لهم انه ما قطعش الجثه وما قاسهاش كاع، وتماك فين لقاوه هو مسرح الجريمه. الجندارم كانوا متاكدين 100% باللي السيد غير كيكذب عليهم، وعارفين ان العيدي تقتل في شي بلاصه اخرى. عاد تقطعات الجثه ديالو وتهزات ترمات تماك، عاد من وراها تشعلت فيه العافيه. حاولوا انهم يضغطوا عليه وزيروه باش يقدروا يعرفوا منه الحقيقه ديال شنو وقع بالضبط. هنا غادي يتدخل الاخ ديال العيدي وغادي يقول للجندارم ان البلاصه فاش تلقات الجثه مشى ليها ماشي مره ماشي جوج، فاش كان كيقلب على خوه وقلب الغابه كلها، لكن الجثه ديال خوه ما كانتش تماك نهائيا، وكيأكد باللي الجثه كانت في شي بلاصه اخرى حتى الاواخر عاد ترمات تماك. واهم حاجه غادي يقولها لهم ان عماد تعمد يدير في خوه ديك الحاله ويقطع عليه يديه ورجليه، حيت الاخ ديالو العيدي كان مهرس من يديه وكان داير فيها الحديد. هاد الشيء علاش قطع عليه يديه باش ما يقدر حتى شي حد يتعرف عليه. وكيقول الاخ باللي من ورا ما تكتشفات الجريمه بايام خرج هو وخوه الاخر كيقلبوا في الغابه على البقايا ديال الجثه، وقلبوا الغابه كامله قنت بقنت. واخا الجندارم فايتين قلبوها بالكلاب البوليسيه وما لقاو والو، خرج حتى هو كيقلب
لدرجه انهم داروا الغابه كلها، لكن مع ذلك ما لقاو والو. وكيقول باللي في العشيه ديال نهار الحد قبل ما تلقى الجثه بنهار، كان هو كيقلب على خوه في وسط الغابه، وغادي يتلاقى مع الاخ ديال الجاني، يعني الاخ ديال عماد، جاي من وسط الغابه بموتور بواحد السرعه اللي فائقه، وكيأكد باللي ديك البلاصه ماشي طريق، والسيد ما عمرو داز من تماك. يعني شنو كيدير تماك ومنين جاي ومنين خرج؟ المهم فاش تلاقى معاه وقفوا وسولوا على العيدي. قال ليه واش ما شفتيش خويا؟ راه كنشوفك كتجلس معاه دائما انت وخوك. خويا راه تحرقنا عليه، عيينا ما نقلبوا دابا 10 ايام ولكن ما لقيناش. قال ليه الاخ ديال عماد خوك الله يعمرها دار، لكن راني ما شفتوش وما عرفتوش فين كاين، وهو راه خوه هو اللي مصفيها ليه. فاش طلب منه الاخ ديال العيدي يقلب معاه حيت عيا وما يقلبوا، اولا الا كان عارف غير شي حاجه يقولها ليه. هنا شنو غادي يدير السيد على حسب الاقوال ديال الاخ ديال العيدي؟ كيقول ان السيد خداه في واحد الطريق عكس البلاصه فاش تلقات الجثه، وبعدوا عليها ب4 كيلومتر تقريبا، وبدا كيحاول انه يتلفوا على البلاصه فين كانت الجثه، حيت الاخ ديال العيدي فاش كان كيقلب كان غادي في اتجاه الجثه، وفي ذاك النهار كان تماك. هذا الشيء ما استوعبوش الاخ ديال العيدي حتى تلقات الجثه نهار الاخر. عاد بدا كيدورها في راسو وكيقول علاش داني هاد السيد لهاد الطريق بالضبط، وفاش كنقول ليه يلا نمشيو هكا كيحاول يدورني، وكان كيبان ليه السيد باللي مخلوع بزاف ومرعود بحال مخبي شي حاجه. لكن الاخ ديال العيدي ما كانش عارف شنو تحت راسو في ديك اللحظه، حتى دازت الواقعه عاد استوعب هاد الاحداث. هادشي اللي غادي يخليه يشك باللي الاخ ديال الجاني كان داير يديه مع خوه عماد، وباللي هما بجوج مشاركين في الجريمه. وكيقول باللي من ورا ما تكتشفات الجثه غادي يجي عنده مره اخرى، والسيد كان كيبان مخلوع وغادي يعزي ليه. هنا غادي يقول ليه الاخ ديال العيدي باللي عاود للجندارم كلشي داكشي اللي وقع نهار الحد فاش تلاقى معاه في الغابه. هنا السيد غير سمع هادشي بدا كيدخل ويخرج عليه في الهضره، وسولوا على فين كيخدم باش الا احتاجوه الجندارم في الشهاده او لا يحققوا معاه يستدعيوه. هنا السيد ما بغاش يقول ليه فين كيخدم، وقال ليه بلي ما بقيتش كنخدم في البلاصه اللي كنت كنخدم فيها، بدلت البلاصه، وهذا الشيء كله باش يتفادى دوك الاسئله او لا يعطي الشهاده ديالو. وكيقول الاخ ديال العيدي باللي في ذاك النهار ماشي جا عنده باش يعزي، لا جا باش ياخذ الخبر للاخ ديالو باش يشوف فين وصلت القضيه، واش شاكين في شي حد او لا شي حاجه. الاخ ديال العيدي كان كيأكد للجندارم باللي مستحيل ان شخص واحد غادي يقدر على خوه، حيت البنيه الجسمانيه ديالو كانت كبيره بزاف، ومستحيل واحد الشخص يدير فيه ديك الحاله كلها. يعني بقى مصر باللي عماد كان متفق مع خوه وهما بجوج اللي داروا فيه ديك الحاله. وحتى الروايه اللي عطاهم الجاني كذبها، والدليل هو ان خوه كان داير الحديد، وحتى الا قلنا الحيوانات كلاو ليه اليدين والرجلين مستحيل ياكلوا داك الحديد اللي كان في يديه، يعني الحديد فين مشى. وهذا الشيء راه اكدو الطبيب الشرعي حتى هو اللي قال ان اليدين والرجلين تقطعوا باداه حاده يعني بموس. الجندارم من ورا ما عرفوا هذا الشيء شافوا ان الاخ ديال العيدي كيوجه للاخ ديال الجاني اتهامات مباشره، وكيأكد ليهم انه عنده علاقه بالقضيه. هنا مباشره مشاو جدوه باش يدوز في التحقيق. سولوه شنو كتمشي دير في الدار ديال الضحيه وكتسول على الجديد وفين وصلوا، وشنو كنتي كدير في الغابه نهار الحد؟ السيد غادي ينكر تماما انه عنده علاقه بداك الشيء اللي وقع، وكذلك الجثه ما عنده عليها حتى شي علم وما عارف والو. وقال لهم باللي كان كيمشي عندهم للدار غير باش يواسيهم بحكم كانوا جيران، والعيدي الصديق ديال خوه وكيعمر معاه بزاف. هذا الشيء علاش كان كيمشي عندهم. قالوا ليه لكن الاخ ديال العيدي كيقول انك كنتي مرتابك. علاش؟ قال لهم كنت مرتابك عادي، حيت هذا الشيء عمرني شفتو او لا شفت شي حاجه بحال هكا، وما كنتش عارف ان خويا هو اللي من ورا هذا الشيء. دابا اللي خاصكم تعرفوا باللي الوقت اللي كان كيمشي هو للدار ديال العيدي راه خوه كان باقي ما تشدش. المهم بقاو الجندارم كيحققوا معاه ومع الاخ ديالو عماد، حيت كانوا عارفين باللي عماد غير كيكذب عليهم. زيروه مزيان باش يقول لهم الحقيقه. عماد فاش شاف خوه حتى هو تجر معاه غادي يبدل الاقوال ديالو، وغادي يقول لهم باللي نهار الفلاني تلاقى مع العيدي كيف العاده ديالهم، وكانوا كيشربوا بجوج في واحد الدار اللي مولفين كيشربوا فيها. بقاو هكا على طول ديك الوقت كلها من حيت خرج العيدي من الدار حتى ل7 ديال العشيه، والعيدي كان شارب بزاف وبدا كيتبسل عليه وكيسب ليه والديه. حاول عماد انه يهدنو، لكن كيقول باللي العيدي غير ما زاد فيه كتر، وبحكم حتى هو كان سكران بزاف ناض هز واحد الحديده ونزل عليه بها للراس وخلاه جثه هامده قدامه. هنا السيد فاش لقى الجثه قدامه بدا كيفكر كيفاش يتخلص منها، وقبل خدا ليه التليفون ديالو والوراق وداكشي اللي كان هازو السوارت ديال الموتور، وجرو هزو دارو في الموتور وخداه للغابه. تماك لاحو
وشعل فيه العافيه وخلاه، واليدين والرجلين ما قاسهمش نهائيا وما قطعهمش. وفات الساله خدا الموتور ديالو دخلوه للدار، والتليفون بقى محتفظ عليه في الدار عنده، واكد ليهم باللي الاخ ديالو ما كانش معاه وما عنده حتى شي علاقه بالواقعه وما كان عارف والو، هو بوحدو اللي دار داكشي كله. قالوا ليه المحققين واش كتمرقن بينا ولا شنو؟ كيفاش الجثه ديال السيد قداش هزيتيها بوحدك في الموتور؟ شي حاجه اللي ما كيتقبلهاش العقل. الا كنتي درتي الجثه في الموتور يعني خديتي كل جزء بوحدو. قال لهم لا، السيد نكر تماما انه قطع الجثه وبقى مصر على الاقوال ديالو، واخا زيروه وضغطوا عليه بجميع الطرق باش يوريهم فين حط الاجزاء الاخرين ديال الجثه، لكن والو. السيد بقى مصر على الاقوال ديالو ولصق التهمه في الحيوانات باللي هما اللي غادي يكونوا كلاو دوك الاجزاء. واخا ما بغاش يعترف ليهم، التحقيق غادي ياخذ المجرى ديالو وغادي يدار تمشيط للدار فاش تقتل العايدي، وغادي يقدروا يلقاو الاثار ديال الدم في الدار اللي كانت كتير بزاف، وهذا الدم غادي يبين لهم ان الجثه تقطعات في الدار عاد تخلص منها. وهنا غادي تبان الروايه الحقيقيه ديال شنو وقع من خلال الادله اللي تلقات في الدار واللي كانوا عندهم قبل. اول حاجه غادي يعرفوا انه هو اللي اتصل بالعايدي في ذاك النهار اللي خرج فيه من الدار وطلب منه انه يجي عنده لواحد البلاصه كيقولوا ليها الدروه باش يشربوه هو وياه. وهنا مشاو هو وياه للدار، وفاش شربوا مزيان شنو غادي يدير السيد؟ دخلوا الطمع في الموتور والتليفون ديال العايدي والفلوس اللي كان هز معاه، وقرر انه يصفيها ليه باش ياخذ داكشي كله. بقى معاه كيشربوا حتى فقدوا الوعي، وناض هز واحد الحديده وبدا كيضرب ليه في راسو حتى خلاه جثه هامده، وخدا ليه التليفون والفلوس والاوراق ديالو والموتور، ومن تما قطع ليه اليدين والرجلين باش يسهل عليه انه يخرج الجثه من الدار. وكذلك حيت كان عارف باللي العايدي كان داير الحديد في يديه، وإلا خلى يديه كيف ما هما غادي يتعرفوا عليه بسرعه. فالسلام الجرم ديالو خلى داكشي واحد المده، ومن بعد خدا الكسده والراس الغابه رماهم تماك وخوا عليهم ليسونس وشعل فيهم العافيه، واللي يدين والرجلين حتى شي حد ما عارف فين تخلص منهم، حيت ما غادي يقدر حتى شي حد يلقاهم، وحتى حد ما عارف فين كاينين ليومنا هذا. وفاش كيحاولوا انهم يعرفوا منه شي حاجه على الاقل غير فين كاينين اللي يدين والرجلين، السيد بقى مصر على الاقوال ديالو انه ما قطعش الجثه نهائيا. هادشي كله باش ما تمش الإدانة ديالو بتهمة القتل العمد مع سابق الإصرار والترصد وإخفاء معالم الجريمة والتمثيل بها، وياخذ واحد الحكم اللي مخفف. لكن هذا الشيء هو اللي ما غاديش يوقع، حيت في المحكمة القاضي كيعتمد على الأدلة ماشي الكلام ديال الجاني. المهم من بعد ما تقدم الحكم غادي يتحكم عليه بالإعدام، وكاع التهم غادي يتابع بهم. وبالنسبه للاخ ديالو ما غاديش يتحكم عليه وغادي يخرج براءه، حيت ما كاين حتى شي دليل اللي كيبين انه كان مشارك مع اخوه في الجرم ديالو، وحتى هو برئوا وقال لهم باللي ما كانش معاه وما كانش عارف بداكشي اللي وقع. المهم هنا الاخوان غادي تسالي القضيه ديال اليوم، وما تنساوش تخليو ليا الاراء ديالكم وقولوا لي شنو بان لكم من هذا الشيء اللي شفنا. واش الاخ زعما تكون عنده علاقه بالجريمه وقدر انه يخرج منها، او لا فعلا ممكن يكون ما عارف والو؟ ولكن الا قلنا ما عارف والو، شنو كيدير في الغابه نهار قبل ما تلقى الجثه؟ وعلاش داك النهار بالضبط زعما يكون هو اللي تخلص من اليدين والرجلين اللي حتى لدابا ما قدروش يعرفوا فين كاينين؟ وهذا الشيء علاش بقى مصر عماد على الاقوال ديالو وكيقول لهم باللي ما عارفش فين كاينين، وفي نفس الوقت ما غاديش يذكر خوه باش ما يجبدوش معاه ويوليو مشدودين بجوج؟ خليو لي الاراء ديالكم شنو بان لكم، وبغيتكم تعقلوا على هذا الكلام مزيان. الا كان خوه مشارك معاه في الجريمه بصح كيف ما كيقول الاخ ديال العايدي، غادي يجي واحد النهار وغادي يتفضح شحال ما جلس، وبالاخص الا كان هو اللي تخلص من اليدين والرجلين، حيت الروح عزيزه عند الله والضمير ديالو ما غاديش يخليه مرتاح. غادي يجي واحد النهار وغادي يتفرش بلا ما يكون متوقع. المهم هنا الاخوان غادي تسالي القضيه ديال اليوم، وكيف العاده الا جيتي حتى لهنا زيد قرب، زيد هاك خذ معك هاد الدعوه، سير الله يسهل عليك ويعطيك ما تمنيتي في هذا النهار المبارك. واللي كيتمنى شي حاجه الله يوصلوا ليها، واللي يخلي لك الناس اللي عزاز عليك، والله يبعد عليك اي شر. وهذا الشيء اللي كاين الاخوان. تهلاو ليا في ريوسكم، احبكم باي.